الإجابة الصحيحة بتاعت امبارح هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واللي كانوا فايزين معانا على الفيس وعبد الرحمن محمد، وعلى الانستجرام للأسف مفيش حد توقع هناك، وعلى التيك توك هو أحمد علي، وعلى اليوتيوب مش عارف أقول اسمه، فيا ريت يبقى يكتب اسمه علشان أسجله. تعالوا بقى ندخل على قصة النهاردة. البطل بتاع حلقة اليوم هو شخص اتولد في مكة المكرمة في عام 575 ميلاديا، وهو من الصحابة الذين شهدوا معظم المعارك الإسلامية الأولى. تميز هذا البطل بشجاعته وحكمته، وشارك في معظم الحروب اللي دارت بين المسلمين وقريش قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى المدينه. بعد فتح مكه في عام 630 ميلاديا عينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاكما على مصر، وفتح القاهره عام 641 ميلاديا، وتمت الفتوحات الاسلاميه في مصر وبدا الحكم الاسلامي فيها. بعد فتح مصر تولى هذا البطل حكمها وقام بتنظيم البلاد وطبق الشريعه الاسلاميه فيها. توفي هذا البطل في عام 664 ميلاديا. كملوا تحت في التعليقات مين الشخص ده، وانا اختار واحد منكم بشكل عشوائي علشان يكون فايز معانا في حلقه اليوم. انا حسن رضا ودي كانت حكايه النهارده. اعمل لايك وفولو واستنى فيديوهات جايه.